اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة يا رب، ورمضان كريم عليكم يا رب. دلوقتي هقول لكم بقى ازاي هنعمل اصابع الجلاش محشية كنافة، وهقول لك كمان من لفة جلاش واحدة هتطلعي ما شاء الله كمية كبيرة جدا. بس طبعا مش دي كل الكمية اللي موجودة قدامكم، تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان تعرفوا احنا عملنا ايه. يلا بينا على الوصفة بقى. دلوقتي بقى انا معايا نص كيلو من الكنافة، معايا كوباية سمنة او زبدة تسيحيها. هنزل بيها بقى على الكنافة كده، هوزعها على الكنافة وبعدين اوزع بقى السمنة كلها على الكنافة بايدي. اهم حاجة بقى تخليش ولا واحدة كنافة مش عليها سمنة. زي ما انتوا شايفين بوزعها ازاي عليها كده. خلاص انا وزعت الكنافة بتاعتي بالسمنة، شربتها بالسمنة كويس جدا. معايا لفة جلاش بقى، هاخد ورقة ورقة، مش ورقتين مع بعض، لا ورقة واحدة بس. مش هندهن الجلاش بتاعنا سمنة ولا اي حاجة خالص، احنا نكتفي بالسمنة اللي احنا ضايفينها للكنافة. تمام. هاخد بقى شوية من الكنافة كده واحطهم بالعرض على ورقة الجلاش بتاعتي، وهدي رشة من المكسرات، وممكن ما تضيفيش مكسرات لو انت عايزة ضيفي، مش عايزة براحتك يعني، دي اختياري. انا المكسرات بتاعتي حاطة عليها رشة قرفة بتدي طعم جميل جدا، ومعلقة من السكر. هلف بقى رول كده زي ما انتوا شايفين. هعمل معاكم اكتر من واحدة عشان تشوفوا معايا. شايفين؟ ما تكتريش كنافة قوي، ورشة كده من المكسرات، وهلفها بقى رول. وما تخافيش مش هتفك ولا حاجة، وهتطلع معاكي متماسكة وجميلة جدا ما شاء الله. بعد ما استوت طلعت الصوابع ما شاء الله ماسكة نفسها جدا ومتماسكة وحلوة قوي. عايزه اقولك قبل اي حاجه طبعا بتكوني بادئه بالشربات، بس انا ما حطيتهوش معاكم في الاول، انا مصوراه في الاخر هوريهولكوا برضو. بس انا كنت عامله الشربات قبلها اصلا وسايباه يبرد. تمام. كده خلاص الصاجه بتاعتي دي انا دهنها دهنه سمنه، واحط بقى اصابع الجلاش بتاعي كده اللي انا عاملاه. ما شاء الله اللهم بارك، طلعت كمية كبيرة جدا ما شاء الله. يعني لو انت عاملة عزومة لف جلاش واحدة هتكفي اللي عندك كلهم، لان بعد ما قطعتها ما شاء الله طلعت لي كمية وفيرة جدا. تابعوا معايا وهتشوفوا بإذن الله في آخر الفيديو طلعت كمية عاملة ازاي. شايفين كده؟ خلاص انا رصيتهم كلهم، هقطعهم بقى صوابع كده صغيرة. بصي التقطيعة دي زي ما تحبي. هي الصوابع مش صغيرة قوي ومش كبيرة قوي، حجمها حلو كده في المعقول. لو انت عندك مسطرة ممكن تقيسي 5 سنتي وتقطعي بالمسطرة. تمام، عشان لو انت عايزة الصوابع تطلع مظبوطة معاكي قوي يعني. بس مش مشكلة، احنا كده ماشيين بالبركة. هدهن دهنة سمنة بس بسيطة خالص على الوش عشان ياخد لون حلو معانا. دهنة بسيطة خالص كده على وش الجلاش كله عشان يطلع معاكي واخد لون ذهبي وجميل. اهم حاجة بقى في المرحلة دي يكون الفرن بتاعك ساخن جدا، عشان ندخل الجلاش والفرن ساخن عشان يطلع معاكي مستوي مظبوط، وبتدخليه رف وسط. هو ما بياخدش 10 دقايق في الفرن عموما. اهم حاجة الجلاش بالذات تبقي واخدة بالك منه، لان في اسرع حاجة بتستوي، وعشان لا قدر الله ما يتحرقش منك ولا اي حاجة. كده خلاص بقى اللهم بارك، دهنت الوش كله هدخله الفرن بقى. كده بقى هعمل السيرم بتاع الجلاش. انا معايا كوبايتين من السكر قصادهم كوبايتين ميه، احنا عايزينه خفيف مش تقيل. اهم حاجه الكوبايه اللي بتعايري بيها السكر هي اللي بتعايري بيها الميه عشان السيرم بتاعك يطلع مظبوط وحلو. تمام. اول ما بياخد غلوه بقى بتديله عصره ليمونه، وبتقفلي عليه بعد 4 دقايق. انا حطيت له سنه سمنه بلدي صغيره كده بدل الليمون، بتدي طعم حلو جدا، بتخلي الجلاش بتاعك ليه لمعه وحلو. ان اللهم بارك بقى كان الجلاش بتاعي خد لون جميل واستوى في الفرن. هنزل عليه بقى بالسيرم بتاعي. شايفين بقى اللهم بارك من لف الجلاش واحدة عملنا كمية وفيرة جدا ازاي، وغيرنا كمان في طريقة الجلاش، وعايزة اقولك بجد طعمه كان وهم. اللهم بارك، حاجة كده روعة. هنا بقى بعد ما اخلص اللي انا اسقي الجلاش بالسيرم هغطيه وهسيبه يبرد شوية وبعدين اقدمه بقى.
شايفين بقى؟ اللهم بارك. بعد ما سيبته 5 دقايق كده، عايزه اقولك بجد الاصابع الجلاش ماسكه نفسها جدا، مش فكه ولا اي حاجه خالص، ومستويه جميله جدا. يا رب يكون الفيديو بتاعي كده كان خفيف على قلوبكم، ويا رب يكون طريقتي عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودمتم سالمين، اسيبكم في رعايه الله وحفظه.